الحمار العجوز. يوم جديد في المزرعة. صاح الديك. استيقظ الجميع في نشاط وجد كعادتهم. جلس العم زاهر يتفقد أحوال الحيوانات والطيور. قال العم زاهر: إني ذاهب إلى السوق لشراء بعض الأغراض الخاصة بي، أريد منكم الهدوء حتى أعود. ركب العم زاهر الحمار وسلك طريقهم وتبادلوا الأحاديث كعادتهم. وفي الطريق وجد العم زاهر رجلا يجر حمارا ويقيده بالحبال ويعامله بكل قسوة. صاح العم زاهر: يا رجل، ماذا تفعل بالحمار ولماذا كل هذه القسوة؟ رد الرجل على العم زاهر بكل غضب: لا شأن لك، إنه حماري، واصنع به ما أشاء. العم زاهر: يا رجل، إنك تعذبه والحمار عجوز وضعيف لا يتحمل كل هذه القسوة. الرجل: إنه حمار كسول لا يصلح لأي عمل. تأثر العم زاهر من منظر الحمار، وكان الحمار ينظر إلى العم زاهر وكأنه يطلب منه المساعدة. قال حمار العم زاهر: يا عم زاهر، هل تترك الحمار لهذا الرجل القاسي؟ العم زاهر: لا، لن أتركه. نادى العم زاهر على الرجل: يا رجل، توقف، هل تريد أن تبيع هذا الحمار؟ الرجل: نعم، أنا أبيعه كل يوم في السوق، وبعد يومين يعودون به إلى أنه كسول ولا يجيد العمل. العم زاهر: أنا اشتريه منك ولن أعود به إليك مرة أخرى. الرجل: هذا وعد. العم زاهر: وعد. قبض الرجل ثمن الحمار وابتعد مسرعا. بدا العم زاهر في فك قيود الحمار ومسح على رأسه وقال له: لا تخف، أنا العم زاهر وهذا حماري يذهب معي إلى السوق دائما، هيا اتبعنا لنذهب إلى مزرعتي. وقف الحمار في مكانه ولم يتحرك. نظر العم زاهر إلى الحمار: لماذا لا تتبعني؟ أتخاف مني أم أنك لا تريد أن تذهب معنا؟ الحمار: لا يا عم زاهر، أنا حمار كبير ولا أستطيع العمل، وكل من يملكني يريد مني العمل وحمل الأثقال، وأنا عجوز لا أتحمل، أتركني هنا فأنا لا أصلح لأي شيء. العم زاهر: أنا لا أريد منك العمل، وأعرف جيدا أنك كبير في السن، يوجد في مزرعتي حمر وأحصنة في سنك، اهتما بها ورعها. شكر الحمار العم زاهر وقال: كم أنت طيب ورحيم يا عم زاهر. تبع الحمار العم زاهر حتى وصلوا إلى المزرعة. طلب العم زاهر من الحيوانات والطيور الاهتمام بالحمار حتى يسترد عافيته. التفت الحيوانات والطيور حول الحمار وقدموا له العشب والماء وأخبروه أنه في أمان، وحدثوه عن حنان ورحمة العم زاهر واهتمامه الشديد بهم. فرح حمار العم زاهر لأنه وجد حمارا أكبر منه سنا ليجالسه ويبادله الحكايات.